أول ما عملنا التعاقدات الكتيرة دي، لأ إحنا قُلنا هنحسم الدوري ده وإحنا نايمين في البيت. لعيبة مستحيل يا جماعة، مستحيل حد يقدر عليها، وللأسف، للأسف لعيبة يا نهار أبيض! إيه ده! أنتم إزاي كده؟ أنتم إزاي يعني أنتم إزاي ما عندكوش الإحساس بإنكم عايزين تاخدوا بطولات وإن الأهلي ده نادي كبير؟ يعني أنا شايفة إن لازم يبقى في دور لوليد صلاح الدين، لازم يبقى في دور النهارده، إيه يا عم إيه ده؟ إزاي اللعيبة دي مش هتتعاقب؟ إزاي كل الأهداف اللي ضاعت دي، إزاي ييجي لك كَم الضربات الركنية دي وأنت ما بتستفدش بيها؟ إزاي؟ على فكرة بس أنا عايزة أقول معلومة، كان في ضربة جزاء للنادي الأهلي الحكم تغاضى عنها والVAR تغاضى عنها، الVAR اللي فرحان ده قعد يعني 3 سنين يشوف جول الأهلي يمكن يلاقي فيه حاجة، رغم ما فيهوش أي حاجة، بس هو كان نِفْسه يلغيه طبعًا. وكان في ياسين مرعي اتزق في كورة الحكم عدّاها وهُم عدّوها واللعيبة حتى للأسف ما راحتش اتكلّمت والVAR طبعًا ما اهتمش ده فرصة عُمره إن اللعيبة ما لفتتش نظر حد يعني. وآخر كورة عبد القادر له فاول فاول جريمة يتلعب، لا، 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 مش هنلعبه لأحسن تقرّب والّا حاجة. بصرف النظر عن التحكيم سيء أو حلو أو وِحِش مش دي قصتي دلوقتي، أنا لازم يبقى في وقفة، لازم الفرقة دي تفوق شوية، في إيه يا جماعة، في إيه بجد، إيه المستوى ده؟